القعدة مش بس ناس بتقعد معاهم، دول ممكن يرفعوك ويوصلوك أو يطفوك وتفضل مكانك، ويمكن كمان يرجعوك ورا. خلي بالك إن عقلك الواعي واللاواعي بيتأثر بالكلام اللي حواليك. يعني لو أصحابك كلهم فاشلين غالبا هتكون زيهم، ولو ناجحين أكيد هتنجح معاهم. يعني امشي بمبدأ من جاور السعيد يسعد. والسعيد هنا مش اللي معاه فلوس، لا يا معلم. السعيد ده عقل، طموح، وناس كل كلامهم إيجابي. ناس تخرج من قعدتهم وعندك فكرة جديدة، معلومة مفيدة، حلم بيتكون، مشروع بيتبني. حتى لو انت نفسك ما كانش عندك طموح، قعدة واحدة مع ناس إيجابيين كفيلة تغيرك للأحسن وتخليك تبدأ تشوف الدنيا بشكل تاني. يعني مثلا لو قاعد بالليل على القهوة مع علي علوكة وأشرف كخة، وكل واحد فيهم شايف إن أعظم مشكلة في الكون إن مشاريب القهوة اللي ما بيسيبهاش غليت، ولا قاعد مع حد بيخطط لفريق الكرة اللي بيشجعه إزاي ممكن يستغل لعيبته علشان يكسب الماتش، مع إنه لو فكر لنفسه بنص المجهود ده هيبقى بني آدم تاني خالص. أنا مش ضد اللي بيشجعوا كورة، بس تفتكر قعدتك مع الناس دي هتوصلك ليه؟ بصراحة ولا حاجة طبعا. اقعد مع اللي ياخد بإيدك ويشجعك ويقولك جرب وحاول وإن شاء الله هتنجح. فكر كويس، لأن قعدتك بتحدد سكتك. سكتك خضرا إن شاء الله. هذه رسالة موجهة